السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا جماعة، أنا أول مرة بقالي فترة مطلعتلكمش فيديو. فأنا عايزة أقول لكم حاجة. القناة دي لما جيت عملتها يعني أفيد واستفيد. أفيد إزاي؟ أفيد الناس مثلا بمعلومات، واستفاد برضو بأي برضو خبرة برضو أو أي حاجة. حد في تعليقات عايز يقولها لي مثلا او اي حاجة. اما من ناحية الفلوس وكده، طبعا انا مش يعني جت ربنا كرمني ما كرمنيش مش مشكلة. انا مش برضو مش هقفل القناة، لان أنا دي حاجة انا بحبها. ان التربية دي انا بحبها، وانا احب ان انا استفيد بحب للحاجة، يعني استفيد ان انا بربي برضو لبيتي. فدي انا مش طالعة ان انا مثلا اجيب طيور من بره واعرضها واقول انا مربياها، واجيب مثلا اي حاجة، سواء بط او فراخ او رومي مثلا من جارة، واروح اصور عندها واقول دي فراخي ولا بطي ولا اي حاجة. يا جماعة، دي تربية بيتي انا، والفيديوهات اللي انا بعملها يعني بكل مصداقية. واي حاجة بتحصل معايا ده بطلع بنقوله، وبعالج برضو بطريقتي وخبرتي في التربية. ولو مثلا أي حاجة جت أعراض جديدة لأي مرض أنا ما عنديش خلفية عنه، بروح لمهندس الزراعي وبقول له برضو إن حصل عندي كذا كذا، فهو برضو بيديني العلاج. برضو بطلع أقوله لكم، يعني مش عشان بطلع أعمل فيديوهات وخلاص، لأ. أنا بطلع عشان أنا بحبه ان انا اربي، سواء انا في بيتي، وانا مش خسرانه حاجه. يعني انا مش خسرانه حاجه لان ده بربي لبيتي، وبربي برضو لو انا عايزه ابيع ببيع. وما بكلفش نفسي فوق طاقتي. دي اي حاجه عاديه، يعني ده حاجه كأن بشتغل ومش بشتغل كمان، يعني بشتغل ومش بشتغل في نفس الوقت. يعني انا بصور معايا مثلا تليفوني، وعندي الطيور اللي انا جايباها بربيها لبيتي، يعني مفيش اي حاجه. واي حاجه بطلع بنقولها بتبقى بكل مصداقيه وكل تجاربي وخبرتي في الحاجه ديت. يعني مش بطلع بقول كلام وبعمل حاجه تانية، او مثلا اطلع اجيب مثلا كتكوت من بره مثلا في كذا. لا، بتعامل معاه كاني ده لبيتي اصلا. بتعامل معاه وبطلع بقول لكم ده كان فيه كذا، المرض كذا وعالجته بكذا. مش بطلع بقول له خلاص. يعني اي حد يقول لي انت ما عندكيش خلفيه ولا خبره، لا. انا بتعامل بالبركه، بمعنى اصح. انا المرض ده جالي الكتكوت عندي قبل كده، فبتعامل معاه ازاي. وزي ما قلت لكم، لو اي حاجه انا مش عارفاها بروح للمهندس الزراعي والبيطري وباخد منه علاج. وساعات كمان الدكتور البيطري ما يجيبش معاه مثلا العلاج بتاعه النتيجة، وانا مثلا اتعامل معاه بطريقتي انا واسيبه على البركة، وربنا بيبارك. يعني سبحانك يا رب. في مثل بيقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وما بعرفش اقول كمان، يعني اكتر الفيديوهات ما بطلعش اقول مثلا اشتركوا في القناة ولايك ونوروني الكلام ده. لا والله يا جماعة، انا اللي عايز يستفاد بالفيديوهات يتفضل، اللي مش عايز يستفاد برضه ما يخشش القناة. والفيديوهات دي يا جماعة يعني براحتكم. فانا مش خسرانة حاجة. انا مش خسرانة حاجة، لان ده زي ما قلت لكم يا جماعة ده لبيتي بس. والفيديوهات ديت والله عايز تشترك في القناة عشان استفاد. مش عايز تستفاد والفيديو تقيل على قلبك، ما تخش تستفاد براحتك. انا مش غصب، ده انت حاجات هتستفاد ليك انت بس. يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير.